بس اقلبها على الجنب التاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنخض معاكم الجربة، ادعوا لنا ربنا يصلح الحال. واما نفضي اللبن، هذا اللبن حليب، احنا ما كناش مروبينه دول. ان شاء الله باذن الله برتنا هنبقى نعمل معاكم الراي، بس خليكم لحد اخر الفيديو وانتظروا هنطلع ان شاء الله السمنة. هننفخ الجربة زي ما انتم شايفين كده او عشرة. بعد كده نخض. ما ننفخها، هتلوي الحنك زي ما انتم شايفين كده. معاكي اوكي. ايوه هتربطيه كده، تربطيه حلو عشان خاطر ما يفلتش مني. لازم تربطيه كده. يلا عاد صلي على النبي وتخض. الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. يلا اشتغلنا. وتفضل ترج في القربة كده لحد ما تعزل معاك، لحد السمنة ما تجل معاك. واحنا القناة بتاعتنا يعني نازلة في المشاهدات ان شاء الله باذن الله كده. عايزينكم تدعمونا، تحطوا لنا لايك وتشتركوا في القناة، وان شاء الله كل اللي انتوا عايزينه ننزلوه لكم. تخدها زي كده في الحرارة، اما نرصرص اللبن في التلاجة علشان السمنة تعزل معاك. اما في الشتاء كانوا بيدفوا لها، يعني يجيبوا حتة نار بس بعيد عنها ويدفوها شوية يعني عشان اللبن يدفى معاك ويعزل السمنة. في الحرارة دي اللي هو الصيف ده اللي احنا بنعمل فيه، بنحط اللبن في التلاجة وبعد كده بنعمل زي ما انتوا شايفين كده، بنخضها. بعد كده ان شاء الله يسهل ربنا وتعزل يعني تفتحيها وتشوفيها هي اول ما ترغي معاكي كده تبقى جربت تعزل السمنة معاك. زي ما انتوا شايفين احنا بنخض القربة، هي لسه ما عملناش اول نفس، يعني لسه ما نفخناهاش، اللي هو شفناش اول نفس يعني تشق على اللبن. بعد ما تخض شويه تشوفي عزل ولا لسه، اللي هو هي اول نفخه يعني. زي ما انتوا شايفين كده. يعني هنفشها ونروح نفخينها تاني بعد ما نخض شويه. لازم تخض فيها شويه، واول ما تلقاها شخله هند شويه كده تشق عليها. صح؟ ايوه صح. وشايفين القله اللي هناك دي اما نشرب منها. قله الريف وايام الريف وجمال الريف عشان نشق عليها نشوفها. لسه السمنه الريمه لسه السمنه ما استوتش. دي بيضه، احنا ده لبن بقري، فما تبقى صفرة السمنه معاك. وهننفخها تاني. نفخناها تاني وما نربط الحنك. لازم تثبت الحنك حلو عشان القربة ما يفلتش منك اللبن وانت بتخض يعني.
زي ما انتوا شايفين كده تربطيها كويس. لو انت التليفون مغشش بس هنعمل ايه. ربطناها كده، تثبت عليها وبعد كده تخض. ده اشراكة كل ما نعمل حاجة باينة في الصور. ده كده خض الجربة وصوت خض الجربة. هتفضل تخض فيها بعد اللي هو النفس الاول اللي شفتيه ولقيتيها ريمة يعني عاملة زي الريم كده، يبقى ده عايزة شوية تاني عشان خاطر ده لسه ما السمنة ما جلتش معاك. هتفضل تخض فيها لحد السمنة ما تجلي معاك وتبقى صفرة، عشان ده لبن باجر يعني مش لبن جاموسي. الجاموسي بتبقى بيضة زي ما هي، بس بتبقى جلت يعني من اللبن. ده شكل الجربة ها في الأرياف، وده خض الجربة. احنا الفيديو ده نزلناه بناء على الناس اللي هي طلبت مننا، فرجاء يعني ما تغزلناش تحطوا لنا لايكات كتيرة يلا. لايكات كتيرة يا جماعة. وداها الماء محتاج. انا خدتها غلط تتفك. مثلا تعملين احنا كنا بنخض من الجنب التاني وعدلنا على الجنب ده يعني عشان النور، وعشان الإضاءة مش واضحة قوي، وعشان نريح شوية نقعد. ده كده الخض يا جماعة. اوعي اشراكة عايزة تخض كل حاجة حتى راحة فيها. خد يا شراكة. خد يا شريف. ولو اللبن مرصرص القربة يعني ما تاخد معاك خض حوالي نص ساعة، تاخد نص ساعة مثلا معاك، ساعة الا ربع على حسب يعني يا جماعة. اما لو اللبن دافي مش هتاخد معاك حاجة. تمام. فشيناها ده تاني دور، ده تاني نفس. لقينا لسه شايفين لسه داخلها بس صفرت شوية. صفرت شوية عن دي شوية يعني. بعد كده هننفخها تاني ونشوف عايز ننفخها تاني نفس. لازم تنفخها يعني على حسب ما تلقاها استوت معاكي. طبعا هي واخدة وقت عشان اللبن مرصرص. لو في ناس ما تحط يعني مية مرصرصة، ده لو حامض يعني تحط مية مسقعة عشان يستوي معاك. اما ده كنا بناخدهم يعني حليب، فزي ما انتم شايفين كده هتاخد معانا وقت عشان كانت جوا التلاجة. وهنربطها يعني ونكمل، واول ما تعزل معانا السمنة هنوريها لكم وصل لحد فين ان شاء الله. امسك على ايدك. لا طلع عادي زي احلى جوه حوض. استنى زي زمان التصفية دي. ايوه ما انا شفت. انا على كده السمنة ما تعملها كده بعد ما تصفي اللبن تروح طالعة خضها. شفكها. سم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين اللهم صل على النبي. طلعوا زي ما هم كده. بسم الله ما شاء الله. السمنة دي اللي عايمة على الوش هنلمها، وبسم الله ما شاء الله تبارك الله. قولوا اللهم صل على النبي. كده اهوت يعني. طلعنا السمنة، استخرجنا السمنة، نفخناها 3 مرات وطلعنا بسم الله ما شاء الله عليها السمنة كده بعد ما اتخضت وتصفي اللبن.
اللبن لو انت بتروبه في الزير هتخليه لما يروب معاك وتحطيه في الزير. لو